السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة بطاية، ونتكلم مع بعض ازاي تنضفيها وازاي تغسليها عشان ما تبقاش فيها اي ريحة زفارة. وانا مع بعض ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. شايفين جاهز الغدا النهاردة كله في صينية واحدة، مش هياخد معانا وقت التجهيز كله 10 دقايق، وبتحطيها في الفرن تتسوى وتعملي جنبها الرز على كده. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله وهي مستويه ودايبه. شايفين ما شاء الله هنا كده، شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله البطه مستويه ودايبه معانا. شايفين ما شاء الله شكل البطه، شايفين ما شاء الله، واللحمه دايبه. ما تخافيش ان هي بطايه وان انت تسويها في الفرن فتطلع معاكي جامده، لا شايفين ما شاء الله مستويه ودايبه. شايفين ما شاء الله البطاطس، والبطاطس طالعه مظبوطه لان مقطعين البطاطس تقطيعه كبيره شويه، فتحطها معاها في الصينيه وتشرب من الصوص اللي نازل من البطايه، تبقى طعم البطاطس احلى من البطايه. شايفين ما شاء الله. وهنا حاطين فيها بصل كده بالشكل ده، شايفين ما شاء الله شكل البصل، شايفين ما شاء الله. وانا عامله معاها رز بالشعريه، ممكن تعملي معاها رز ابيض، او ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس. ويلا نبدا نشوف عملنا البطايه دي ازاي، السهله والسريعه والبسيطه. يلا نبدا نشوف عملناها ازاي. وعشان نعمل وصفتنا النهارده هتجيب البطايه، بس اهم حاجه غسلي البطايه، واحنا عشان غسلناها مع بعض قبل كده كتير فما رضيتش اكرر الخطوه النهارده، فهشرحها مع بعض برضه. انت بتجيبي البطايه تعيدي على تنظيفها لو لسه فيها اي حاجه. بعد ما تنضفيها وتشطفيها وتجيبي نص كوبايه من الدقيق وتدعكي بقى البطايه من جوه ومن بره، وحاجات البطايه كده تدعكيهم كلهم بالدقيق. بعد ما تدعكيها كويس بتشطفي البطايه، نقعيها في ليمون وخل وملح وورق لوري، بتنقعيها نص ساعه. اهم حاجه زي ما قلنا تنقعيها في خل وملح وليمون وورق لوري نص ساعه. وهي البطه اللي عندك لو كبيره هتعملي لها محلول نقع، عشان محلول النقع ده دايما بيتعمل مع البط اللي هينشوي. ومحلول النقع بيبقى عباره عن كميات متساويه من الملح والسكر، يعني نص كوبايه من الملح، نص كوبايه من السكر، عصير ليمون، ورق لوري، حبهان، ربع كوبايه من الخل. وتحط في البطايه ليله كامله. لو وقت عندك كافي بتحطها ليله كامله، لو مفيش وقت كافي 3 4 ساعات، بس هي الافضل طبعا ليله كامله. ومحلول النقع ده دايما انا بعمله مع الذكوره البط الكبيره. هي كده جاهزه عندي، هنركنها لحد ما نجهز التتبيله. ودلوقتي عشان نجهز الخلطه، هي منها تتبيله ومنها حشو. معانا 5 بصلات كبار مقطعاها شرايح بالشكل ده كده، تحاولي ترققيها خالص او ممكن تبشريها بالمبشره. ومعانا معلقه كبيره من الثوم المهروس، معايا معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه كبيره من العسل الابيض، ممكن تستبدليها بالسكر البني. ومعايا 3 طماطميات كبار بشرهم بالمبشره او بالكب اي حاجه موجود. ومعلقه كبيره من الخل الابيض، ومعلقتين كبار من الزيت والملح. ومعانا هنا البهارات، معلقه كبيره من البهارات الفراخ، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من السبع بهارات، معلقه صغيره من المرقه الفوريه. ولو مش موجود المرقه الفوريه ممكن تحطي مكعب مرقه، او ممكن تستغني عنها لو انت مش حابه، او ممكن تضيفي بهار تاني او تقللي من البهارات اللي انت حباها. بس حطي مع البط بهارات فراخ، جربي تحطي معاه لو انت ما بتحطيش معاه. ومعايا ورق لوري وحبان، لو عندك بودره حطي بودره. وهقلب كل المكونات كويس بايديا كده وادعكهم مع بعض. اهم حاجه تدعكهم كده كويس كده. زي ما احنا شايفين التتبيله والحشوه بقت جاهزه معانا. هنا معانا البطايه، هناخد من التتبيله اللي احنا عاملينها نحط كده تحت الجلد زي ما احنا شايفين كده، نحط على تحت الجلد كده على قد ما تقدري. انا حاولت وانا بغسلها ان انا اخلي تحت الجلد، هو جلد البط مبيبقاش سهل ان انت تخليه، انا خليته كده وانا بغسله، حاولت اخلي على قد ما اقدر. وهنحط في قلب البطايه كده، شايفين، وهندعك البطه بالبصل كده والخليط اللي معانا. وهناخد من المرقه اللي في التتبيله كده زي ما احنا شايفين عشان نتبل البطايه كويس كده. زي ما احنا شايفين نتبل البطايه كويس من كل الجهات. وبعد ما خلصنا كده هنقفل البطايه كويس كده زي ما احنا شايفين، بتقفلي البطايه كويس. وحاجه نسيت اقول عليها في غسيل البط، اهم حاجه ان انت تحوشي مناطق الزفار، يعني الحته اللي ورا دي لازم تتشال، والضافر بتاع الجناح عشان دومك بيبقوا فيهم زفار. وانا هنا معايا 3 بطاطسيات كبار قطعتهم وحطهم على بقيه خليط الحشوه. هنتبل البطاطس كده، دي كده انا قطعت البطاطس عشان ما اعملش حاجه تانية جنب البطايه، يعني كده تسوي البطايه وتعملي جنبها رز، ممكن تعملي رز ابيض او رز بالشعريه اللي انت حباه. كده اسهل غدا النهارده هتعمليه كله في صينيه واحده.
كده بعد ما تبلنا البطاطس بقت جاهزه معانا. انا هسويها النهارده في الكيس الحراري. ممكن لو مش موجود عندك الكيس الحراري تحطها في الصينيه وتحطي تحتها الحشه وتقفليها بورق زبده وورق فويل، بس انا موجود عندي الكيس الحراري فهسوي فيه. معايا الكيس الحراري اللي قلت عليه. بسم الله. هنحط البطايه كده بالشكل ده، نحط معاها البطاطس بالشكل ده حوالين البطايه كده. ما تنسيش حاجات البطايه واي حاجه كده من التتبيله باقيه هنشيلها نحطها معاها في الكيس. وهنا كده بعد ما حطيت كل الحاجات في الكيس كده معايا معلقتين من السمنه البلدي. انا بحب احط على وش البطايه معلقتين كده من السمنه البلدي، هناخدهم كده نحطهم على البطايه كده من فوق. ممكن تستغني عنهم وتحطي كمان معلقتين زيت او تزودي معلقتين الزيت في التتبيله، بس انا هحط طالما موجود عندي الحمد لله هحط معلقتين من السمنه كده. وهنا كده خلصنا هبتدي يجي افيز مع الكيس كده، هنقفله كويس. الكيس الحراري دي بتبقى مقاسات، يعني بيبقى في مقاسات تاخد فرخه، في مقاسات البطه، في مقاس للديك الرومي زي ما احنا شايفين كده. لما تيجي تجيبيه تطلبي كيس كبير. احنا شايفين كده ما شاء الله. هنشيلها نحطها في صينيه صغيره. هنا كده زي ما احنا شايفين بعد ما قفلناه هنحط لها بسم الله الرحمن الرحيم كوبايتين من الميه السخنه في ارضيه الصينيه كده عشان الكيس ما يتحرقش معانا. فتحات في الكيس كده عشان ما يفرقعش معانا في الفرن. اهم حاجه ما تنسيش الفتحات دي. وهندخلها الفرن على فرن مسبق التسخين. لو فرن كهرباء هتخلي درجه الحراره 200، هتاخد معاكي حوالي من ساعه ونص لساعتين. بس انا ادخلها في الفرن الغاز مسخناه واخلي النار وسط من تحت بس. في الاخر لو ما لقيتهاش احمرت هتفتحي هتقطعي الكيس وتسيبيها تاخد معاكي لون. هتاخد معايا حوالي من ساعه لساعه ونص، لان فرن الغاز ما بيجيبش زي فرن الكهرباء. وهولع من تحت بس واخلي النار وسط عشان لو انت هتسوي في فرن الغاز او فرن الكهرباء. ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله بعد ما البطايه بتاعتنا استوت هنقدمها في طبق التقديم دلوقتي. شايفين ما شاء الله سايباها بس تبرد شويه. هي خدت اللون من غير ما نفتح الكيس، انا جيت بس فتحت الكيس دلوقتي عشان التصوير. شايفين ما شاء الله شكل البطايه. وهنا كده شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله البطه مستويه ودايبه معانا. شايفين ما شاء الله شكل البطه. شايفين ما شاء الله واللحمه دايبه. ما تخافيش ان هي بطايه فتبقى تخافيش ان هي بطايه وان انت تسويها في الفرن فتطلع معاكي جامده. لا شايفين ما شاء الله مستويه ودايبه ما شاء الله. وعاملين معاها بطاطس والبطاطس طالعه مظبوطه لان مقطعين البطاطس تقطيعه كبيره شويه، فهتحطها معاها في الصينيه وتشرب من الصوص اللي نازل من البطايه تبقى طعم البطاطس احلى من البطايه. شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكل البصل. شايفين ما شاء الله. وانا عامله معاها رز بالشعريه. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا تابعوا وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.